السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم يوميات أم زياد. ازيكم كل حبايبي، ازيكم كل مشاهديني خارج مصر وداخل مصر. دلوقتي يا حبايبي ديت بطاطا. البطاطا ديت انا كنت جايباها الكيلو ب3 جنيه. كان في واحد معدي من على الباب فبيقول لي تاخد حبة البطاطا دول. قلت اخدهم اعملهم ايه، اسلقهم واحطهم للبط مع رده وكده. فجت لقيتهم حلوين ونضاف، قلت ايه خساره اعمل منهم صينيه بطاطا للعيال بدل ما ايه ارميها كلها. فقشرتها وخدت القشر وخدت الصغير اللي هو ما ينفعش يتقشر اللي زي كده للبط. هدعكه في ايه في رده وهعمله للبطتين. وخدت اللي هي ديت النضيفه الحلوه ديت لايه لصينيه البطاطا. ده انا جايباها الكيلو ب3 جنيه، يعني 3 ب10 واخداهم منه. فبيقول لي ب5 ومش ب5، قلت له لا هاخدهم ب3 ب10، عجبك ماشي مش عجبك ربنا يصلح حالك. قال لي خلاص خديهم اهو. خدت كام كيلو؟ 8 كيلو. بكام؟ اديته 25 جنيه فيها، اديته 25 جنيه فيها. دلوقتي يا حبايبي انا قطعتها هي بالطريقه ديت بعد ما غسلتها، وقطعتها بالمنظر ده اهو. شكلها جميل ازاي، وتعمل ليا والاحفادي، ولو عايزه تراضي حد بتراضيه، يعني بتعمل حاجه بسيطه اهي. فانا حبيت اوريكم الست الشاطره تدبر من اي حاجه. الست الشاطره تدبر من اي حاجه حبايبي اهي. يعني انا كنت جايباهم على اسم ناخدهم للطيور، فبصراحه لقيتهم نضاف فقلت اعملهم. ما فيش قلت مثلا حد يشوف حبه لا ده وحشين ولا مش عارفه ايه، لا هات اللي ينفع ليكي ينفع، وانت يا مربيه طيور اعملي طيور حطي لطيورك. فطبعا ايه مش نقعد بقى، يعني الدنيا غلا، الدنيا غلا والواحد ما بيصدق يلاقي حاجه تمشي الدنيا. فانا حبيت اوري لكم متقشره وشكلها حلو ازاي. هحط عليها كوبايتين ميه، وبقى طبعا ايه هسلقها، وبعد ما اسلقها هتبقوا معايا خطوه بخطوه. دلوقتي يا حبايبي رجعت لكم بعد ما البطاطا انسلقت اهي يا حبايبي. سلقتها كده، البطاطا كده انسلقت. هعمل ايه يا ام زياد؟ كان عندي شويه زبيب اسمر، عندي زبيب اسمر اهو يا حبايبي، باين يا زياد اهو. فقلت احطه، يعني اي حاجه عندي بحطها. شويه زبيب اسمر. هنا هتحط ايه يا ام زياد؟ جوز الهند اهي. هتحط ايه يا ام زياد تاني؟ السكر. السكر اللي انت عاوزاه، طبعا السكر اللي انت عاوزاه اهو يا حبايبي. عشان تبقى ايه الاطفال وللكبار اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. كله بدعكم ببعضه زي ما انتم شايفين كده اهو. دلوقتي يا حبايبي انا ايه دعكتها اهيت وخليتها ناعمه، وكان عندي شويه زبيب تانيين حطيتهم. هو حد يحط زبيب على الوش وهو مدخلها الفرن الزبيب هيتحرق مش هيتعمل حاجه. عايز تحط اي مكسرات في قلبها، اي مكسرات في قلبها. وعندي طبعا قشطه حطيت حبه فيها اهو. القشطه اهو يا حبايبي، كان عندي قشطه محوشاها من اللبن اهو بالطريقه دي. اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. ما شاء الله الله اكبر اهو. هتعملي ايه يا ام زياد بقى؟ بصي يا حبايبي انا كده عاملاها اهو ومجهزاها كله اهو. زيت اهو يا حبايبي كده بالطريقه دي. شايفين يا حبايبي طعمها كده شكلها جميل ازاي. ونسيت احط الفانيليا، هحط الفانيليا دلوقتي معاكم. هات ورقتين فانيليا يا زياد. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. انا كده حاطه فيها جوز الهند وزبيب. في زبيب بيبقى عامل زي القراصه يا حبايبي، اللي هو العنب الاسمر. وورقتين فانيليا اهي يدوها ريحه جميله اهو يا حبايبي.
وما تكتريش بردك الفانيليا لحسن تبقى مرره معاكش. اهي ده من ايه؟ ب 20 جنيه بطاطا. طيور كلت وانا كلت اهو. مسكت الصغير كله عملته للطيور، وطبعا ايه وانا خدت الحلو كله بقى ايه عملته لايه لينا احنا اهو. ما شاء الله بصوا عاملين ازاي، شكلها حلو ازاي. اللهم صل على النبي. والنبي حتى لو جبنا الطيور وسلقناها ارخص من من العلف. هنا انا جبت صينيه ودهنتها ماده ايه دهنيه اهي. اهي الصينيه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما قلت اوعوا تحطوا الزبيب جواها فوق الوش. دايما الزبيب تحطوه جواها يا حبايبي. شيل يا زيت بتاع دي كده. اللهم صل على النبي. يا حبايبي ده زبيب زي ما قلت لكم، حد يفكروا حاجه، ده زبيب اسمر. في زبيب اللي هو العنب الاسمر. اللهم صل على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. يا حبايبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. وحاجه صحيه وجميله، ولو عندك طفل ولا حاجه هتبقى مع الطفل جميل يا حبايبي. كل حاجه بتنفع. دلوقتي يا حبايبي انا سويتها التسويه دي اهي، سهله جدا وحاجه مسليه حلوه وجميله اهي. اللهم صل على النبي. هنا بقى القشطه زي ما قلت لكم اهي. القشطه يا حبايبي الطريقه دي تعملي ايه يا ام زياد اهي. دي قشطه انا محوشاها بتاعت اللبن. انا ما حطيتش لبن بدل القشطه بدل اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. كده يا حبايبي اهي. الطريقه ديت جميله جدا اهي. انا ما حطيتش زي ما قلت لكم لبن بدل ايه القشطه، لان القشطه فيها لبن. القشطه ذات نفسها فيها لبن. هتعملي ايه يا ام زياد؟ هو جوز الهند اللي تتحط فوق الوش. اوعوا تحطوا زبيب. الزبيب يا حبايبي تحت منها. بصوا اهو جوز الهند بس اللي فوق الوش اهي. اهي يا حبايبي. اي حاجه بتفرح، اي حاجه بتفرح. هحطها طبعا تحت الشوايه وهوريكم شكلها في الاخر خالص. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. دلوقتي يا حبايبي الصينيه طلعت اهي. بصوا بالمنظر ده جميله جميله ازاي اهي. شكلها جميل ازاي. طبعا هي لسه سخنه، المفروض تبرد عشان تطلع خرط، بس انا هوريها لكم بردك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. اهي يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. عشان هي سخنه يا حبايبي لسه سايحه، بس انا حبيت اوريها لكم اهي يا حبايبي بالطريقه دي. ويا رب تعجبكم الفيديو. وما تنسوش الاشتراك يا حبايبي. فعلوا الجرس، فعلوا الجرس. بشكر حبايبي كلهم اللي على القناه واقول لهم الف مليون شكر، وربنا يديكم اللي نفسكم فيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.